السلام عليكم واهلا بيكم في الحلقة التانية من برنامج سيطر على حياتك. مين فينا ما يعرفش حد ممكن يكون خسر حد بيحبه او حد من اهله، او ممكن كمان يكون خسر شغله بسبب عصبيته الزيادة وانه ما بيقدرش يتحكم في غضبه. اكيد في امثلة كتير في حياتنا على الموضوع ده. في الحلقة دي ان شاء الله هنديك استراتيجية خاصة انك تقدر تتحكم في الغضب ده، وفي نفس الوقت لو بتتعامل مع حد عنده المشكلة دي او عصبي زيادة عن اللزوم او ما بيقدرش ان هو يدير الغضب بتاعه ويسيطر عليه، هنديك استراتيجية ان شاء الله ان انت تقدر تتعامل معاه. خليكم معانا. الغضب عبارة عن ايه؟ الغضب مشاعر موجودة في حياتنا زي الحب، زي الكره، زي الفرح، زي الحزن، زي التوتر، زي القلق، زي كل المشاعر اللي بتصيب النفس البشرية. وبسبب الأضرار اللي بتنتج عن الغضب او عدم التحكم في المشاعر وفي الاعصاب، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: لا تغضب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بشر، وطبعا عشان نقدر نتحكم غضبنا بطريقه كامله شبه مستحيله، لاننا طبعا كلنا عندنا الضغوط بينتج عنها الغضب، وعندنا المشاعر السلبيه احيانا اللي بتضطرنا ان احنا نغضب، فبالتالي احنا مش هنقدر نمنع الغضب، لا احنا بنتكلم عن اداره الغضب، بمعنى انك تقلل وتيرة الغضب ده تقدر تتحكم فيه وتخرج منه بأقل الخسائر. طيب ايه اسباب الغضب؟ بينتج الغضب في معظم الاحيان نتيجة سببين: اما تهديد واما خسارة او فقر. يا اما في شيء معين بيهددك او بيهدد حياتك او بيهدد مشاعرك بطريقة سلبية، او بيهدد حاجة تمس كرامتك، او بيهددك ماديا او معنويا، واما خسارة انك خسرت شيء معين فبالتالي سبب لك نوع من انواع الغضب، زي مثلا انك تكون خسرت شغلك او خسرت ترقيتك او حصل لك تهديد معين، اما ان حد قال لك ان في حد معين بيتكلم عليك بطريقه مش كويسه، او حد نقل لك خبر مش كويس، او قال لك كلام سيء على لسان حد تاني، فبالتالي بينتج عنه الغضب. دلوقتي بعد ما عرفنا تعريف الغضب وعرفنا اسبابه، خلينا قبل ما اقول لك ازاي تقدر تتحكم في غضبك اقول لك ايه هو تعريف دائرة الغضب. تتكون دائرة الغضب من 5 مراحل. المرحلة الاولى وهي مرحلة المحفز، ومرحلة المحفز لها نوعين: اما ان تكون داخلية او خارجية. داخلية اللي هي ناتجة عن شعور معين بداخلك تجاه حد تاني يبتدي يحسسك بالغضب. احيانا انت بتشوف شخص معين كده بيحسسك بالغضب. واما ان يكون المؤثر خارجي، زي انك تبقى سايق مثلا عربيتك وحد يكسر عليك، زي ان حد يتكلم عليك من وراك وانت تعرف. كل الحاجات دي بتسمى بمرحلة المحفز، اي هي بداية الشرارة كده اللي بتبتدي تدخلك في المود بتاع الغضب. بتبقى هي بداية انك بتبتدي انك تنفعل او تبتدي تخش في المرحلة التانية اللي هنتكلم عليها، فبتبقى زي مرحلة تمهيد للمرحلة اللي بعديها. المرحلة التانية هي مرحلة التصعيد. بعد ما محفز بيشتغل معاك وبتحس ان في حاجة اثرت عليك من خارجيا او داخليا اللي هو المحفز، تبتدي جسمك يبقى مهيأ انه يدخل في مرحلة المشكلة او في مرحلة الغضب. فمرحلة التصعيد بتبتدي نبرة صوتك بتعلى، بتبتدي تحس ان دقات قلبك بتزيد، بتبتدي تحس ان كل حاجة في جسمك بدأت تكون مؤهلة ان هي تخش في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المشكلة نفسها.